الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الإسلام. ولقد اغتر كثير من الناس ممن هم سفهاء العقول غلال الدين، اغتروا بما عليه هؤلاء الأعداء من القوة المادية، فصاروا يجاهلونهم ويتوددون إليهم، مع أن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن هذا، أي من التودد لهؤلاء الأعداء الكفار، أن بعض الناس يهنئ هؤلاء الكفار بأعيادهم الدينية التي يقيمونها على رأس سنتهم، وهذا حرام بالاتفاق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. فهذا، والقول لابن القيم رحمه الله، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، أي أنه يخشى على من هنأهم بأعيادهم الدينية أن يخرج من الإسلام وهو لا يشعر. قال: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب انتهاك الفرج المحرم ونحوه. قال ابن القيم قال: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، أي في تهنئة هؤلاء بأعيادهم، ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. إننا مقبلون على رأس سنتهم، أي سنة الكفار، في آخر هذا الشهر المبارك، ولربما يقوم بعض الناس بتهنئتهم تزلفا إليهم أو توددا أو مجاملة أو لغير ذلك من الأسباب، فإياكم أن تقوموا بهذا. ولا يحل للمسلم أن يجيب دعوتهم إلى حضور هذه الأعياد، لأن حضور هذه الأعياد أعظم من تهنئتهم بها، لأن ذلك مشاركة لهم فيها. ولا يحل للمسلم أن يتشبه بهم بإقامة الحفلات بهذه المناسبة، أو تبادل الهدايا، أو توزيع الحلوى، أو أطباق الطعام، أو تعطيل الأعمال، أو تنزيل قيم السلع، أو غير ذلك مما يعد نوعا من الفرح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أي أن التشبه بالكفار حرام، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم.
وقال رحمه الله: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه رحمه الله. فمن فعل شيئا من ذلك، أي هنأهم أو قبل هديتهم بهذه المناسبة أو أهدى إليهم أو تشبه بهم، فهو آثم، سواء فعله توددا أو مجاملة أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية الكفار واعتزازهم واغترارهم بدينهم. فاحذر أيها المسلم، احذر ما حذرك الله ورسوله منه، واتق ربك إن كنت تريد الفلاح، واتق النار فإنها أعدت للكافرين، وأطع الله ورسوله إن كنت تريد رحمة الله عز وجل.